ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما يا حبايبي تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل عيش سهل جدا وطري وخفيف، ينفع لفطار او لغدا او لعشاء في اي وقت، وكمان ينفع جنب اي حاجة. ممكن كمان نعمله لسحور رمضان، جميل جدا واقتصادي. يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. قبل ما نبدأ ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، ويلا بينا نبدأ ونشوف عملناها ازاي. نبدأ أول حاجة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كوباية من المية الدافية، ولازم أن تكون دافية، معلقة كبيرة خميرة، ومعلقة سكر كبيرة. هقلب كده الخميرة مع السكر، وهاخدها على جنب واغطيها واسيبها تتفاعل. عندي بقى طبق هنزل فيه بكيلو من الدقيق متعدد الأغراض، معلقة صغيرة من الملح، وثلاث معالق كبار من اللبن البودر. وهقلب الدقيق مع اللبن مع الملح لحد ما اللبن والملح يختفوا في الدقيق. هفتح حفرة كده وهنزل بكوباية من الزبادي، اللي هي العلبة الصغيرة 100 جرام يعني. وكمان هنزل بالخميرة، كانت اتفعلت، وهقلب. بعد كده بقى هنزل بربع كوباية من الزيت. ده زيت نباتي عادي، يعني وصفة اقتصادية بحتة. بعد كده بقى هنزل بالمية تدريجيا، وهقلب كده الدقيق مع المية، وهبدأ بقى ايه، أعجن بإيدي. أهم حاجة أنزل تدريجيا. طبعا الكوباية اللي موجودة دي بتاخد كوباية ونص من مج الشاي، فأنا استخدمت كوبايتين ونص في الوصفة دي، كوبايتين ونص من المية. طبعا هبدأ أعجن. ممكن طبعا تحتاجي مية أكتر أو أقل على حسب نوع الدقيق بتاعك. هعجن لمدة حوالي 10 دقايق كده لحد ما العجينة بتاعتي تبقى طرية وما بتلزقش. بعد كده هغطي عليها كويس جدا، وهسيبها في مكان دافي تتخمر لمدة حوالي ساعة. بعد ما سيبنا العجينة عشان تخمر لمدة حوالي ساعة، ما شاء الله كانت خمرت. هبدأ أخرج الهوا كده، وبعد كده هجيب الصينية وهاخد قطعة، وهبدأ أفردها كده على إيدي بالشكل ده. وبعد كده هفردها على الصينية على طول، مش هخليها تخمر تاني. طبعا أنا مسخنة الفرن دلوقتي على درجة حرارة 220. وهاخد واحدة تانية وهفرد فيها برضو. العجينة دي ما شاء الله جميلة جدا، وتنفع كمان نعمل بيها فينو أو بيتزا، يعني تنفع برضو لحاجات كتير. بعد كده هستخدم النشابة عشان تفرد لي كويس. طبعا أنا عايزة السمك يكون متوسط، مش رفيع قوي وبرضو مش تخين. بعد كده بشوكة كده هبدأ أخرم بالراحة كده في العجينة، وبعد كده بفرشة بشوية لبن دافي همشي كده على الوش عشان اللون. وبعد كده هحط بقى فوق الوش سمسم اختياري، ممكن تحطي حبة البركة لو حبة، مش حبة خالص هو كفاية. بعد كده بالراحة همشي كده بالراحة على السمسم عشان يلزق في العجينة. وبعد كده هاخدها على الفرن متسخن قبل كده على درجة حرارة 220 لمدة ربع ساعة على الرف اللي في الوسط. ودي صينية تانية هاخدها بقى احطها في الفرن عشان اجيب الصينية التانية زمانها استوت. ما شاء الله العيش شكله تحفة وريحته تجنن. هغطي عليه عشان يفضل طري. وده العيش بتاعنا، ما شاء الله شايفين شكله كده يفتح النفس، طعمه لذيذ جدا، مستوي كويس جدا وطري. أتمنى تجربوه إن شاء الله ويعجبكم. أنا سوزان محمد. ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما نعمل وصفة جديدة إن شاء الله توصل لكم. وكمان ما تنسوش صفحة الفيسبوك بنفس الاسم، سو سكتش مطبخ سو، ولايك وشير، والسلام عليكم.